يا اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا قررت ان انا اطلع لايف في الفيديو ده لان ده اول يوم للتحدي وانا عايزه اقول لكم حاجات كتير الاول عن التحدي قبل ما نبتدي. فاول حاجه، ايه التحدي ده وده جاي منين اصلا؟ اولا التحدي ده مش من عندي او مش من دماغي، ده تحدي من دكتور دانيال آمن. والدكتور ده من سنه 1983، يعني تقريبا من يوم ما اتولدت، ان هو بيشتغل في as a psychology، بيشتغل as a like brain doctor as well. عنده اكبر مركز للتصوير الدماغ او الاخذ اشعه للدماغ علشان يعرف ايه الامراض اللي فيها، وطبعا عامل ابحاث كتيره جدا وليه كتب كتيره جدا. من ضمن الحاجات الكوتشنج اللي انا درستها هو البروجرام ده اللي هو 28 يوم تحدي عشان تو جيت برين فيت. وانا فعلا لما جربته على نفسي كان من احسن الحاجات اللي حصلت لي، لانه فعلا غير تفكيري ووعي بنفسي وازاي انا ببص حتى للاهداف اللي انا عايزه احققها يعني. فعشان كده انا حبيت اشاركه معاكم لما شفت حتى البنفيتس اللي حققتها عليا انا في الموضوع ده. زود تركيزي شويه في الشغل، زود تركيزي في حياتي وفي اهدافي، انا عايزه اعمل ايه فانا رايحه فيه. انا من فتره طويله جدا، الناس اللي عارفه انا عندي ADHD، فلما الدوبامين بيعلى بعمل ممكن اعمل اي حاجه وكل حاجه بشكل كبير جدا وطاقه كبيره، بس بعد فتره بنلاقي نفسنا بنوقف ونقع شويه ونوقف ونقع شويه. فالكورس ده او التشالنج ده من ضمن الحاجات اللي بتخليني اكمل، من ضمن الحاجات اللي ما بتخلينيش في النص اروح موقفه ومش مكمله. طيب ده عن الكورس نفسه جاي منين؟ من دكتور دانيال آمن، وهحط لكم الويب سايت بتاعه تقدروا تدخلوا تشوفوا الدنيا فيها ايه. واصلا في حتى من ايام التحدي في اسسمنتس كده هندخل نعملها مع بعض كمان. الحاجه الثانيه، احنا هنستفيد ايه بقى؟ هنستفيد او مستنيين ايه بعد ال 28 يوم ما يخلصوا؟ لا، مستنيين كتير، مستنيين الصحه النفسيه والمود يتحسن، الذاكره تتحسن شويه، الانكزايتي والاوفر ثينكينج يقل كتير، يبقى عندنا قاعده بسيطه كده لعادات صحيه دايما نستخدمها في حياتنا، وتخلي فعلا دماغنا دايما فاضي، او مش فاضي بمعنى فاضي، لا يعني ما فيهوش ستريس. عارفين الكوبايه لما بتتملي؟ احنا بقى عايزين نفضي الكوبايه عشان نقدر نستوعب الحياه اللي احنا عايشين فيها ونقدر نفكر بشكل كويس. فده اللي احنا مستنيينه من التحدي، مدته 28 يوم. التمارين، لان انا عارفه ان في ناس افتكرت ان التمارين فيزيكال، هو في تمارين فيزيكال على فكره، بس مش كل التحدي. جزء منه هيبقى فيه تمارين فيزيكال، جزء منه هيبقى عادات، جزء منه هيبقى اكل، جزء منه هيبقى تفكير، وعي، حاجات كده كتير. فخلونا نبتدي باول يوم ونبني عادات كده بسيطه جدا، هي حاجات بسيطه جدا كل يوم، بس الحاجات البسيطه دي الحقيقه هتساعدنا ان احنا نحط الاساس القوي بتاعنا لصحه نفسيه وعقليه افضل. طيب اول حاجه عندنا بسيطه خالص خالص، احنا عايزين نبتدي نبني الوعي بدماغنا وقراراتنا وافكارنا. هستأذنكم في كل التحدي احنا هيبقى معانا نوت بوك صغيره جدا من 28 ورقه او من 30 ورقه زي ما تحبوا يعني، وكل يوم التحدي اللي هناخده يا ريت نكتبه ونعمل الاكسرسايز فيه. ولكن التحدي بتاع اول يوم، التحدي ده هنعمله 28 يوم، يعني ده التحدي اللي ماشي معانا كل يوم هنعمله. الهدف من التحدي بتاع اول يوم ايه؟ ان احنا نبني الوعي بقراراتنا اللي بناخدها كل يوم، ونخلي عقلنا يفكر. عقلنا فيه ماسلز بالظبط زي جسمنا، عايزين نعمل شكل حلو وعضلات لجسمنا، فلازم نروح نتمرن. مش هنشوف النتيجه بعد اسبوع ولا بعد يومين او بعد شهر، لا احنا هنشوف النتيجه بعد 6 شهور مثلا يعني. فبالتالي احنا كمان لازم نشتغل على العضلات بتاعه المخ ونبنيها كويس ونشتغل عليها ونمرنها علشان نقدر نوصل للبرين فيت زي ما احنا بنقول. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الهابت الاولى او الاكسرسايز بتاع اول يوم. في ورقه كده بسيطه هنعمل جدول مكون من 3 خانات. الخانه الاولى في موقف حصل النهارده، هناخد 3 مواقف من المواقف اللي حصلت طول اليوم، ده ممكن نعمله كل يوم بالليل. 3 مواقف بس، هنكتب المواقف وهنكتب القرار اللي كان لازم ناخده في المواقف دي، ونجاوب على سؤال واحد بس: هل القرار اللي انا خدته ده فعلا بيساعد في صحتي النفسيه والعقليه؟ او لا. بس مش مطلوب منكم تشيروا دي مع اي حد، مش مطلوب منكم تشيروها معايا، بس انتوا كل يوم
ادخلوا اكتبوا الثلاث مواقف دول، حطوا صح او غلط امام ان هي بتساعد في الصحه النفسيه ولا لا، او قدام القرار اللي انتوا خدتوه. بالطريقه دي هتلاقوا في وعي، في بيلد للاويرنس اللي هيحصل. مخك بشكل غير واعي هيبتدي اي قرار هتاخدوه في حياتكم هتلاقوا نفسكم القرار ده بيضرني ولا مش بيضرني، القرار ده في صالحي ولا مش صالحي ولا مش صالحي. انا عارفه ان في ناس ممكن تقول ايه ده الموضوع سهل جدا ممكن نعمله، ده ممكن افكر دلوقتي، بس هي الحقيقه مصر لان احنا بناخد قرارات كتيره جدا في حياتنا كل يوم بلا وعي وممكن تاثر علينا. بص القرارات دي مش لازم تكون حاجه كبيره وقرارات مصريه، لا لا لا، حاجه صغيره. انا هشرب بيبسي، اوكي شربت بيبسي، قررت ان انا اشرب بيبسي، ده هل ده في صالح صحتي النفسيه والعقليه ولا لا؟ انا قاعد طول النهار بتفرج على التلفزيون وقررت النهارده هقعد اتفرج على التلفزيون 5 ساعات، ده في صحتي القرار ده بيفيد صحتي النفسيه والعقليه ولا لا؟ قررت اخرج اتمشى في مثلا في اي جنينه ولا في اي حته وخلاص، ده قرار في صحتي النفسيه والعقليه ولا لا؟ حد قال لي كلام مش كويس وانا قررت ان انا اتقبله وما ردش عليه وافضل اغلي من جوه كده، ده قرار مفيد لصحتي النفسيه ولا لا؟ حد قال لي كلام مش كويس بس انا رديت وعملت وانا قررت ان انا بقى هبهدل الدنيا، ده قرار مفيد لصحتي النفسيه ولا لا؟ فهي حاجات بسيطه بس الوعي بيها بيخلينا نبتدي عقلنا من جوه يبتدي يزود هنقول ايه قوه المؤثرات بتاعته، فيبتدي العضله تقوى، فنبتدي يبقى في وعي اكتر بتصرفاتنا اليوميه وبحياتنا اليوميه. بس دي الحاجه الاولانيه، وعلى فكره هي بسيطه قوي بس فعلا بتعمل فرق كبير جدا. يعني انا فعلا وصلت لمرحله اللي هو انا اي تصرف بقيت باخده ده بيأثر عليا ولا لا، ومش بس على فكره في الناحيه الصحيه العقليه والنفسيه، لا في جسمي في حياتي في اهدافي، ده هيخليني احقق هدفي ولا لا، هيخليني اوصل لحاجه معينه ولا لا. فانا عارفه ان هي حاجه بسيطه جدا، وانا عايزه اقول لكم في الاول ما كنتش مقتنعه انها ممكن توصلني لحاجه، بس انا كل النتائج اللي انا شفتها بعد 28 يوم، لا انا قررت لا انا هشارك ده مع كل الناس، لان هو فعلا فعلا حاجه مهمه بتحط رجلينا وايدينا وكل حاجه على اولى خطوات الصحه النفسيه والاويرنس، الوعي بنفسنا كمان. بس ده كان اول يوم. ان شاء الله هحاول اطلع لايف كل يوم اقول الخطوه. انا ممكن اوريكم صوره دي اتمنى ان هي تكون باينه بس مش بالمشقلب، بس هو ده الجدول اللي هنمشي عليه. انا هحط لكم الصوره بتاعته وبس اكتبوا فيه الحاجات بشكل بسيط. يعني انا طبعا ممكن تستخدموا الالكترونيك وات ايفر انتوا عايزين تستخدموا ايه، بس هو يفضل ان هي تبقى ورقه وقلم ونكتب بايدينا، لان كل ما زادت الحواس في الوعي كل ما بقى الموضوع افضل بكتير. يعني اشوفكم بكره ان شاء الله، هطلع لايف اقول لكم على التمرين رقم 2، ودمتم بخير يا رب، ودايما بصحه نفسيه وعقليه وكل حاجه كويسه. شكرا ليكم.